بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم محسن المسعودي، مقدم ضريح سيدي مسعود من زوار الشرفاء، وبإذن الله شيخ الزاوية المسعودية. كما شفتوا معنا الإصلاحات المقابلة في هذا المقام الولي الصالح العارف بالله تعالى سيدي مسعود بن موزيان، هي واحد الإصلاحات اللي هي كبيرة وجبارة، تشمل الزليج البلدي والقبص البلدي وتوسعة المقام ديال سيدي مسعود. غتقول لي لماذا توسعة المقام سيدي مسعود؟ غنقول لكم استدعى الوقت باش توسع مقام سيدي مسعود، باش تعطاه حقه، ما يبقاش كواحد المزار ديال الاضرحه وكذا اللي هما بعد السلوكيات. ولله الحمد اللي حنا تخطيناها وحاربناها بشده تبقى منذ مده، وخاصه منذ قرار الوزيري ديال السيدي المختار السوسي اللي عطى اختصاصات ديال المقدم الضريح، تيقول لك على انه محاربه البدع الضاله واختلاط الرجال بالنساء واقامه الشعائر الدينيه. فبالفعل ستقام الشعائر الدينيه، وقد خصص هذا المكان الواسع ولله الحمد، سجل فيه اكثر من 108 ديال الوليدات لحفظ القران، وشفنا النتائج الحمد لله في الفتره القصيره ديال السنه على ان واحد المجهود جبار الفقيه ديالنا مكلف ولله الحمد، باش يكون واحد الاشعاع ديني ونشاركوا في الموروث الثقافي واحياء الموروث الثقافي لسيدي مسعود داخل منطقه عين الشق وداخل الدار البيضاء وفي المغرب. شكرا لكم. الحاج مسعودي مصطفى، صفه رئيس جمعيه ولاد سيدي مسعود بن بوزيان. احنا كنتواجدوا في الضريح ديال سيدي مسعود بالضبط. احنا في هذا الوقت حنا في اطار انجاز توسيع ديال الضريح والزخرفه ديالو، لا بالنسبه للجليج البلدي ولا بالنسبه للقابص ولا بالنسبه للقبه ديال العود اللي غتكون بالخشب الممتاز الارز، فهمتيني. هادشي كل شيء الفضل ديالو كيرجع لولاد سيدي مسعود، لانهم عندهم كلمه وحده وكيموتوا على جدهم وكيحاولوا يديروا البعيده والقريبه من اجل باش يبقى دائما بيضاوى كيشوفوا سيدي مسعود، هذيك الشوفه اللي كانوا كيشوفوها والديهم. هذا هو اللي كنسعاو ليه، والحمد لله كما كتشوفوا احنا راه ما عندنا لا شعوذه هنايا، ما عندنا لا شماع، ما عندنا لا ذبيحه، ما عندنا والو. بغيتي تقرا القران مرحبا، احنا فتحنا واحد المسجد هنايا كيقراو فيه الدراري الصغار ابتداء من سن 6 سنين الى غايه 11 عام ان شاء الله الرحمن الرحيم. وكاينين الدراري اللي يعني يبينوا على المهاره ديالهم، كاين اللي دابا عنده 6 ديال الاحزاب، كاين اللي عنده 7 ديال الاحزاب، فهمتيني. هذا كله كيرجع للسهر ديال المسؤولين ديال ولاد سيدي مسعود. وكنتمناو التوفيق وكنتمناو الصحة والعافية لسيدنا الله ينصرو والجميع الأسرة الملكية. والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أولا وقبل كل شيء نسأل الله عز وجل أن يثيب يعني السي محسن وجميع المشرفين معه على هذه الكتاب وهذه المبادرة الطيبة والعظيمة التي شهدت يعني فخرا كبيرا من جهة القرآن الكريم. والحمد لله هذا من فضل الله عز وجل. يعني شاهدنا ولاحظنا يعني إقبال الحمد لله من كاين واحد الطلبة الحمد لله، واحد العناصر نوابغ مجتهدين ومجدين الحمد لله، مجتهدون ومجدون بفضل الله وكرمه، وهذا من فضل الله عز وجل. بالنسبة للحفظ الحمد لله كنا بدينا بالمصحف، والمصحف كان الحفظ الحمد لله حفظ متقنه، وإن كانت بطيئة شيئا ما. وبعدها انت اقترحت عليهم اللوحه الحمد لله باش يكتبوا في اللوح ويحفظوا فيه، فالوليدات عجبهم الحال وملي استعملوها اكثر كاع. عاود سولتهم من بعد قلت لهم واش اما احسن المصحف اش بان لكم من اللوح؟ قال لك اللوحه ما شاء الله يعني خفيفه وكنلقاو راحتنا فيها في النظر فيها وفي الحفظ، وحفظها متقنه وسريعه. والحمد لله. وكيتعلمونا احكام التجويد وكيتعلموا اللغه العربيه يعني
اجروميه باش الطالب يتم غادي يعني غادي يطالع قوي، ماشي يحفظ القران الكريم ولا يعلم لماذا الاعراب ديال الجمله. سولتي قلت لي الاعراب الجمله ما يعرفش، قلت لي يقرا باحكام تجويد ما يقراش، يعني يقرا القران عشوائي لا، ما بغيناش هادشي، خصو يمشي مضبوط. قرينا بالضبط وبغينا نعلموه بالضبط، وداك الشيء اللي كان باذن الله عز وجل. والله ولي التوفيق، الله عز وجل كيصبرنا على الجلوس هنا، والله عز وجل اللي عطى الناس هذه الفكره هذه باش يجعلهم سببا، ويجعلنا احنا في هذا المكان، ويجعل الطلبه في هذا المكان. ونسال الله عز وجل ان يديم عنا الفضل، وان لا يحرمنا منه، ويجعلنا من اهل كتابه الذين هم اهله واهل وخاصته كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، ونسال الله عز وجل ان يجازيكم عنا خير جزاء، يعني حضرتم هذا المكان بواحد المشقه وبواحد المجهود. نسال الله تبارك وتعالى ان يجازيكم وان يجعل هذا في ميزان حسناتكم. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا. سعودي مصطفى النائب ديال الرئيس ديال الجمعيه ديال سيدي مسعود بن بوزيان. كما اشار الذكر كما الاخوان اللي سبقوني في الحوار وسميتو، حنا قمنا بهذا الترميم ديال جدنا سيدي مسعود باش نديروا في واحد الحله اللي الزوار ديال بيضاوه ولا من غير بيضاوه مرحبا بهم في اي وقت باش يشوفوا نيت هذه الحله هذه اللي ولا فيها سيدي مسعود بن بوزيان. وبالنسبه درنا حتى واحد مدرسه قرانيه للطلبه ديال الدراري الصغار. وكما اشار المقدم ديالنا ديال الضريح بان راه كاين حتى النساء حتى هما تيديروا لهم مدرسه قرانيه في المسجد، تيقراو حتى هما القران. ويا ريت حتى الرجال حتى هما ما كرهناش حتى هما يجيو يلتحقوا يبداو حتى هما يحفظوا القران، حيت كما اشار الذكر بان سيدي مسعود بن بوزيان هو عالم من العلماء ديال كان حافظ ديال القران، وعزيز عليه كان عزيز عليه الذكر وحفظ القران. وداك الشيء اللي بغينا حنا نشوف التراث ديالو ان شاء الله، باش ما كاين لا شعوذه لا نهائيا، لا زيرو شعوذه هنا. وبغينا ان شاء الله نبقاو غاديين حنا ووليداتنا حتى هما يبقاو غاديين على هذا المنهاج هذا ان شاء الله.